قصة بسيطة قوي، ولو حكيتها غالبا هتكون شبه أفلام كتير، بس لما بتشوف الفيلم الحقيقة فهو مليان قوي، مليان بالرسائل المهمة، مليان بالمشاعر اللي بتدغدغ القلب علشان تنسى نفسك معاها. والمثير إن ده شبه قوي اللي الفيلم بيحاول يقوله. العلاقة بين روز والفرخ برايت بيل شبه أي علاقة بين أي أم وأولادها، بسيطة وواضحة جدا وليها مهمة محددة في ظاهرها، بس في الباطن مدى تعقيدها بيتعمل منه عشرات الأفلام ويتكتب عنه آلاف القصص. روز هي روبوت وقع على جزيرة مجهول موقعها وعايش عليها حيوانات كتيرة من أنواع وفصائل مختلفة. وظيفة روز في الحياة اللي اتصنعت أو اتخلقت عشانها إنها تنفذ المهمات للي بيمتلكها، ولكن مفيش حد على الجزيرة بيمتلكها. هي مش عارفة تتعامل في حليلة اللغة بتاعت الحيوانات عشان تقدر تفهمهم، يمكن حد يطلب حاجة. وفي لحظات النجاة من دب مفترس على الجزيرة بتاع روز على عش فراخ، وبيموت كل اللي في العش ما عدا بيضة لسه ما فقستش، فقررت تحافظ عليها لحد ما تطلع وكأن دي هي المهمة بتاعتها. وبالفعل البيضة بتفقس فرخ، وأول حاجة بيشوفها روز فبيعتبرها أمه. روز كانت فاكرة المهمة كده انتهت، فبتحاول تسيبه وتمشي، ولكن هو مش بيسيبها، فبتتكلف بمهمة جديدة من أم تانية من الحيوانات بتعرف إنها لازم تكبره وتعلمه العوم والطيران وبعد كده تقدر تمشي. وبتبدأ مهمة جديدة لروز ورحلة جديدة بين روز وبرايت بيل الفرخ. روز اللي ربت وعلمت زي كل الأمهات ما بتعمل، لكن للأسف في شيء الآباء والأمهات بيغفلوا عنه. صحيح انت بقيت شخص محترم في المجتمع اللي انت فيه، لكن في حاجة مهمة ناقصة. خلينا متفقين ان اي حاجة حصلت لنا في طفولتنا سابت أثر لسه موجود لحد دلوقتي. ممكن ما نبقاش فاكرين ايه اللي حصل وقتها، لكن اكيد فاكرين الاحاسيس والمشاعر اللي نتجت عن الحاجة دي. في اغلب افلام بول توماس اندرسون العيلة دايما هي مصدر الجرح المفتوح لابطاله، وان الجو العائلي وطريقة التربية مسؤولة عن خلق عقد نفسية ممكن تستمر معاك لحد الموت. كان في جملة قالها بول توماس أندرسون على لسان إحدى شخصياته في فيلم ماجنوليا، إن إحنا ممكن نكون اتخلصنا من الماضي، لكن هل الماضي اتخلص مننا؟ الحقيقة لأ. كل حاجة بتحصل هنا في الماضي بتسيب أثر، والأثر ده ما بنقدرش نمحيه بمرور الزمن، بل إنه ممكن يفضل ويزيد كمان. كل اللي احنا بنقدر نعمله إن احنا بنقلل من حدة الأثر ده، بنحاول نخليه ما يظهرش لكنه موجود ما بيختفيش. في ناس مليان عقد وكلاكيع بسبب أهلهم، بسبب سوء التربية تحديدا، وللأسف مش بيكونوا مدركين إنهم بيربوا غلط. والعقد دي بتظهر في أوقات معينة، ممكن في العلاقات الاجتماعية أو الزوجية، وممكن العقدة دي تتحكم في مصير حياتك بالكامل. الابن ساعات بيكون شايف إن أبوه وأمه ما قصروش معاه في حاجة وطلعوه كويس، لكن دايما بيبقى في حاجة ناقصة هو مش قادر يوصفها أو يشرحها. لكن بعد بحث قدرت أخيرا ألاقي مصطلح يقدر يوصف كل ده. الحاجة دي اسمها الأمية الوجدانية. يعني إيه بقى الأمية الوجدانية دي؟ هو إن الأهل ربوا وعلموا وأكلوا وشربوا، لكن نسيوا الاحتياجات النفسية. وأنا صغير محتاج أتشاف، محتاج حد يقول لي كلمة برافو، محتاج حب غير مشروط، مش مطلوب مني ان اقول لك اهتم بيا، مش لازم تطلع الاول عشان احبك، ومش لازم تعمل اللي انا بقوله برضه علشان احبك. الاحتياجات النفسية دي كان لازم تتعزز واحنا صغيرين، عشان لما يقابلنا موقف واحنا كبار نقدر ناخد قرارنا الصح. لكن بما ان الاهل هم اللي سقوا الزرعة دي بطريقتهم هم، فقرارك غالبا مش هيكون مظبوط. تجاهل الاهل مش بس للمشاعر بل لشخصك، ده بيخليك تعيش وحيد بعيد عن العيلة. نقدر نقول ان الوعي المسبق لأوانه خلاك تتجاهلهم، خلاك تعتنق اللي انت شايفه صحيح من وجهة نظرك، واللي ما بيعجبكش بتسيبه. فتربيت على ايد طفل ما عداش 7 سنين، فده اللي خلاك انطوائي واناني مع شوية سعي زائد وراء المثالية، والاثر مش هيزول وهيفضل على المدى البعيد. برايت بيل كان محتاج ده قوي، محتاج يفهم انه مش مجرد مهمة ليها وقت وهتنتهي. برايت بيل محتاج حضن. يمكن أجمل فصول الفيلم بالنسبة لي هي مرحلة المنتصف، اللي حسيت إن الفيلم بياخد فيها طريقين: طريق برايت بيل وحدود المغامرة المثيرة اللي بيخوضها في إنه يحقق هدفه ويبقى شبه باقي جنسه، والطريق التاني الأكثر إثارة للاهتمام هو طريق روز، واللي اتناقش من خلاله مفهوم التضحية، واللي بينتج عنه التطور العذب والنقي من كونها جماد بينفذ بس الأوامر لشيء مليان بالمشاعر. وكان ممتع جدا طريقة عرض ازاي الجماد ده بيتعامل مع المشاعر غير مفهومة اللي بيحس بيها. والمدهش هو مناقشة كل ده في قالب فيلم انيميشن، والحفاظ على التوازن انه ما يبقاش معقد اكتر من اللازم او سطحي. الأداء الصوتي اللي لبته إبداع الحقيقة، من ناحية الطريقة اللي بتحافظ بيها على جدية أسلوب الإنسان الآلي، وفي نفس الوقت عارفة تدمج ده بالدفى والحنان المصاحب لمفهوم الأمومة والمشاعر اللي بتختبرها. هي رحلة بحث عن الذات، عن معنى لوجودك، عن الاحتواء ومكنونك الداخلي، عن الحب، عن مشاعر كنت بتخفيها وكان نفسك تظهرها للي بتحبهم. الفيلم بياخدك ويوديك ويحولك من شخص كبير لطفل عاوز يتحضن وبس، وهيخلص وانت عينك مدمعة ومشاعر مختلطة جواك، هيلمس كل حواسك، والأكيد هيغير حاجة فيك.
فلو فهمت اللي اقصده، فانت محتاج حضن.